الحادث الآن في جماعة الإخوان المسلمين مرده في وجهة نظري الظاهر هو رفض مكتب الإرشاد لتصعيد عصام العريان، لكن هناك أسباب أعمق من ذلك بكثير. أولها أن الجماعة عاشت في تعتيم إعلامي كبير والآن أصبحت في دائرة الضوء. ثانيا أن هناك ضغوط أمنية شديدة على الجماعة قد جعلتها على أبواب انفجار من الداخل. ثالثا أن هناك جيل جديد بدأ ينشأ وينشط داخل الجماعة يريد أن يحدثها، أن يجعلها أكثر ديمقراطية، أن يعيد صياغتها وهيكلتها بشكل أكثر حداثة. كل هذه الضغوط مجتمعة هي التي أدت إلى الانشقاق أو أبواب الانشقاق الراهن في الإخوان المسلمين. المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف قدم استقالته، و في مشكلة في اختيار المرشد العام الجديد حسب قوانين الإخوان وحسب لائحة الإخوان إن إذا غاب شخص من المكتب الإرشاد، وهنا الأستاذ محمد هلال الله يرحمه هو اللي غاب، فيصعد من أخذ أكثر من 40% من الأصوات في آخر الانتخابات بشكل تلقائي إلى عضوية مكتب الإرشاد. ما يحدث الآن في جماعة الإخوان المسلمين أنا شايف أنه نوع من أنواع المسرحيات الهزلية، لأن الجماعة بتحاول تظهر بصورة أن في تيارين، تيار تجديدي داخل الجماعة وتيار إصلاحي وتيار راجع داخل الجماعة. لا، ده مش حقيقي. الجماعة كلها أفكارها واحدة. عبد المنعم الفتوح وعصام العريان هم رموز التيار الإصلاحي داخل الجماعة، ده لأن دورهم بيفرض عليهم. لكن في حقيقة الأمر عبد المنعم وعصام هم أشخاص عاديين جدا داخل الجماعة، اتربوا على أفكار الثقة والسمع والطاعة والبيعة. فما فيش فكرة ان هو ديمقراطية. مجرد ان يصدر له امر ان هو ما يتصعدش لمكتب الارشاد، فمش هتصعد لمكتب الارشاد، لان هذه هي قواعد الجماعة اللي هو اتربى عليها طول الوقت وطول عمره. مكتب الارشاد هو اللي بيختار اعضاء مكتب الشورى، ومكتب الشورى هم اللي بيختاروا اعضاء مكتب الارشاد. العدد التوتال كله لن يتجاوز 100 شخص هم من يديرون الجماعة فقط لا غير. جماعة بهذا العدد بهذا الانتشار 100 شخص فقط هم من يديروا الموضوع من الألف إلى الياء، ليس